برشلونة يتخذ القرار النهائي بشأن مستقبل كيسيه. الفارق بين برشلونة الموسم الماضي وبرشلونة الموسم الحالي: برشلونة لا يعرف التألق مع رافينيا وديمبلي. سلاح برشلونة للتتويج بالليجا. سبب خروج نيفيز من حسابات برشلونة. اهلا بكم في قناة كورة اونلاين. عزيزي المتابع، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك لنشر المزيد ان شاء الله. اكدت التقارير الصحفية ان نادي برشلونة الاسباني قرر الابقاء على لاعب وسط الايفواري فرانك كيسيه وعدم الاستغناء عنه في الفترة المقبلة. برشلونة الموسم الماضي حقق بعد 17 جولة 25 نقطة واستقبل 20 هدف وكان المركز السابع، بينما برشلونة الموسم الحالي بعد 17 جولة حقق 44 نقطة واستقبل 6 أهداف وتصدر الدوري الأسباني. حينما يشارك عثمان ديمبلي ورافينيا معا تكون حصيلة تهديفية لبرشلونة أقل، حيث شارك في 9 مباريات معا سجل الفريق خلالها 14 هدف، وحينما يشارك أحدهما فقط سجل الفريق 48 هدف في 18 مباراة، وهو ما يؤكد على تألق برشلونة حينما يشارك أحدهما على حساب الآخر. تمكن برشلونة في الفوز في 14 جولة من جولات الليجا الموسم الحالي مع تسجيل 36 هدف واستقبل 6 أهداف، والاستمرار على هذا النحو يدل على حصد اللقب. توردت بعض الأخبار في وسائل الإعلام الكتالونية حول سبب تغير موقف برشلونة من صفقة روبن نيفيز، حيث يعود الأمر للتقارير التي حصل عليها تشافي من متابعة اللاعب، والتقارير توضح ضعف اللاعب أداؤه على الصعيد الدفاعي، وهذا الذي لا يحبه تشافي. هنا بتكون انتهت نشرتنا الإخبارية. عزيزي المتابع، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك لتحفيزنا لنشر المزيد إن شاء الله. نشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.